من الاهداف الجميله اللي اتلعبت فيها انا بحب جمعيه الاداء قوي يعني. انا بحب التسديد كله، لكن جمعيه الاداء شكلها حلو. التصنيف وانت بتعمل في الكاتيجوريز بتاعت الاجوال، تصنيف الهدف الجماعي بياخد اعلى درجه طبعا. نعم. وبعدين شوف، لا ده في هدف جماعي وفي فشكله دفاعيه. يعني شوف كام واحد من الازرق. انا كنت لسه يعني بشاور لمجدي. نعم. لو عادوا عظيمه هتلاقي 5 من كمان. بص تحضير الهدف ده، ادي التمريره الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السته، جون جميل الحقيقه يعني بتاع سكندري. ده دليل كمان زي ما انتم بتقولوا انه اكيد عامل شغل، وده برضه مش اعتباطا، مش هنيجي نقول لا انا عامل شغل من الهوا يعني. احنا خارج مع حضرتك بنتكلم ان هو اول مره تحس فيه اتحاد منظم في الملعب، منضبط في الملعب، وفي كوره بتتعمل على الارض، لا وفي حاله بين اللاعبين والراجل. ده في حاله جيده. شوف حتى لما كانوا بيجيبوا الاهداف كانوا بيروحوا له. نعم. يعني ده الترجمه بالحاله، وده الحاله اللي محتاجين نستمر. لكن يبقى اللافت للنظري ان كابتن شوقي غريب عليه شغل كبير جدا في الشق الدفاعي. نعم. ايضا ده هدف استاذ سيف فيه لعب جماعي، يعني جمله متقاله في الزمالك. الهدفين كربون. نعم. الهدفين كربون، الاول والثاني هم كربون مع اختلاف اللي بيسجل. يعني برضه كمان تمريره شيكابالا رائعه، ممكن عملها بشكل، وبص احمد جعفر على حسين حمدي كمان اروع. نعم. يعني ده كمان الهدف ده كابتن مجدي، هو تحرك بتاع حسين حمدي، هو عشان باصص له صح. ده هدف كمان صعب جدا بتاع الحدود، لانه اولا احمد عيد شايف كويس قوي، قطعت احمد صافي بسرعته، هي القطعه هي الجول بالظبط كده. هو انا زاد اعجابي بالجول لما طارق قال لي ان احمد سالم صافي ده اصلا بيلعب باك رايت. بيلعب اصلا باك رايت، هو اصلا باك رايت، وظفته هاف رايت. وبعدين كمان عشان يعمل الكنترول اللي عمله، الكنترول اللي عمله ده بقدره الشناوي يتصرف فيها بشكل جيد، بتبقى صعبه طبعا جدا. يعني دي افضل صده مجدي، يعني عبد واحد يعني كل خبره السنين، وبخيل جدا في الكوره. يعني الكوره دي ممكن يطلعها مره واحده بالظبط. هو حاسس بنفسه، بخيل جدا. يعني هو حاسس بنفسه وحاسس بفورمته وعنده نوع من انواع التحدي. ده افضل لاعب الحقيقه الاسبوع ده، لانه اتصور السيف انه قاد الزمالك للفوز رغم انه لم يسجل. بالظبط. ما هو اصل مش مهم انك انت تسجل، يكفي انك انت تصنع الفوز لفريقك او تصنع الاهداف لفريقك وتخرج النهارده تبقى انت الحديث بتاع الناس كلها. يعني انا النهارده ممكن اسجل هدف واضيع على فرقتي 3 4 اهداف. يعني هو احمد عيد، لكن يعني هو احمد عيد امبارح صنع الهدفين. يعني الثلاث مرات يا جماعه، يعني الثلاث فرص الزمالك اللي جابوا منهم جونين تمريرات بالكعب، ودي برضو بالكعب. بص تمريره بالكعب مفيش اروع من كده، وقطع هو بس كان لازم يحطها شيب لكن حطها. لكن احمد فوزي خارجي كده لبره، بس احمد فوزي برضو يعني ممتاز في التوقيت، ممتاز طبعا. لكن بص ادي كعب وبعدين ثانيه وبعدين ادي كعب تاني، يعني كعبين اجمل من بعض او بوش رجل. ودي عملها برضو لما حس ان احمد سمير جاي له، ودي تحسب لاحمد سمير. احمد سمير عمل الاسبرنت دوت في الدقيقه 83 او الدقيقه، يعني انت في اخر 7 دقائق و1-0 المفروض اركن ورا وانا اتبسطت ان ميدو عاد وسجل، واتمنى له بس يخس شويه كمان، فاضل 5 كيلو كمان، فاضل 5 7 8 10 كيلو كمان بس يقدر. انا برضو النهارده كابتن طارق سعيد بشريف اكرامي، خد ثقه بنفسه تمام وادى بشكل جيد، وتشعر بكلامه بالفرحه او البهجه بعد حمله عنيفه تعرض لها. ليه تدخل ممتاز في موقفين مهمين جدا. ويبقى ان هو حافظ على شباكه نظيفه. تدخل ده وتدخل قبل كده دي في الثانيه الاخيره، لان يعني دي الكورنر اترفع والمباراه يعني دي تشارك فيها عبد الواحد في احسن صد. ليه؟ لان دي لو دخلت تاثر في نتيجه. دي واحده كابتن احمد حضرتك يعني دي اللي عشان شريف بيتكلم عليها. هل دي فعلا كانت طالعه بره؟ عشان بقول لك الكل في الملعب قالوا لي انت صديتها ليه؟ دي كانت طالعه بره. لا وانت قلت لي لا رايحه. لا رايحه، ولو رايحه ممكن تكون رايحه قائم. يعني ممكن. بس هو بيقول لك انا ليه استنى واحسب الملعب؟ لا صح، لا هو لاعب المضمون 1000%. افضل مدرب خدها الكابتن طارق العشر، تستحقها عن جداره، مش عشان انت قاعد معانا والله، لكنه تستحقها. لا بجد تستحقها، لانك ما شاء الله ثبت في المستوى بشكل جيد. لقطه الكابتن حسن شحاته اطرف لقطه لسه اديني في العتاقي كما هو، دي اللقطه اللي انتوا اخترتوها لقطه اليوم الحقيقه، يعني لقطه الاسبوع او لقطه الاسبوع او لقطه ده اللي يكافئ، ده اللي يكافئ للامانه. يعني لان هو زي ما بيقولوا كده، احنا كنا بنقول الجمهور هو اللاعب رقم 1 او رقم 12 زي ما بيقولوا، ده رقم 1. بس بياكل اللقمه ويعني كانه كده بيختلسها. هو في عايز انا كابتن احمد سؤال، الشاب ده بعد ما يقلع يعني قولوا اللي بيكتب الاسوأ ان الهمزه تبقى على الالف. بعد ما ياخد اجازه ويروح وبيقلع الافرول دوت،
وبيلبس بقى لبس مدني بيتحول الى ايه؟ زي مش بقى شاب زي وبقى مواطن بينزل يقعد على القهوه وينزل يروح يشتغل بقى بايده. ممكن ده كده قعد كام ساعه؟ نجار مسلح 8 ساعات على الاقل. 8 ساعات على الاقل. يعني انا عايزه ليه بفصل بينه كمواطن له حق زي ما انا ليا حق بقول عايز حقي، ليه بفصل بينه ان هو بعد ما بيخلع البدله دي بيروح عند اهله او في البلد شغال نجار مسلح، شغال مش عارف ايه، شغال زي ما انت قلت بيعتق في الارض ولا الكلام ده كله، وبين لما بيلبس البدله ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما يمكن اللي بعد ما بيقلع البدله بيروح برضه يقعد على القهوه، ممكن يتظاهر وممكن يعتصم وممكن يبقى ليه حقوق زيه زي كل دي الوجبه بسيطه، مش وجبه من اللي احنا بنقعد يعني نحلف عليها. حتى ولو وجبه لا انا بكلمك يعني بص حتى يعني هو راضي، هو يعني ده راضي، راضي ده راضي. الله يفتح عليك، راضي ان هو ياكلها بالطريقه دي. الرضا. وبص انا اتحدى خبراء اللي هم النشطاء والخبراء السياسيين اللي هم الوظيفه اللي هي بقت منتشره، اصحاب البيجامات، انا بسميهم اصحاب البيجامات. كنت لسه اقول لك انت اصحاب البيجامات ومياه على جنب دي مخططه ان هو لو جات له وجبه اكل في القناه عنده هيقعد ياكلها كده؟ هرميها في وشنا. هيقعد ياكلها كده؟ ده 3 ارباعهم ما بيمشوش قبل ما يقبضوا ثمن الاستضافه. بكلمك جد، جات له وجبه هيقعد ياكلها كده؟ ده انا عايز اقول لك في لقطه كمان يمكن للعسكري الثاني تلاقيه واقف بيحرك رجله، ما حدش واخد باله. احنا بنبقى بنتعب فبنعمل كده، يعني احنا لعيبه كوره فتلاقينا واحنا واقفين لما بنتعب قوي نحرك رجلنا بس عشان نحس بالحركه او الارهاق يغيب عننا. ده مطلوب ان هو يقف زي الالف وشوف بقى يعني انضباط وما يقدرش يتحرك. يعني الله يكون في عونه. وبعدين عجبني برضو تعليق سياده اللواء اللي بدا بيه فيصل محمود علي حكم القاهره لما قال لك لو لقينا حتى مشاغبات احنا هنتعامل معاهم بالحسنى، هنوجههم، هنقول كلام. يعني ما فيش بقى حركه رجليه عفويه من التعب اللي هو موجود فيه، يعني حركه فعلا عفويه من التعب، تعبان يعني تعبان فلكنه واقف في النهايه بيقول له خش هنا يا ابني، هنا يا ابني امنعه، فبيمنعه. محدش يعمل شغب هنا فمحدش يعمل شغب هنا. يعني الاخوه الاعزاء كان شريف اكرامي لحراسه المرمى، احمد صديق، ظهير ايمن احمد السيد ومعاذ الحناوي، وعشان خاطر الكابتن طارق العشر اسلام رمضان، عادل مصطفى من انبي، محمود فتحي من الاتحاد، شيكابالا من الزمالك، عبد الله السعيد من الاهلي، محمد صلاح من المقاولون، ومصطفى كريم من الاتحاد السكندري. عايز احيي الحقيقه الروح الرياضيه اللي ظهر عليها النهارده لاعبو الفريقين الاهلي والاسماعيلي.